قلت للدكتور خالد حموده انا عاصرت انتخابات كتير وعاصرت حاجات رياضيه كتير، ما شفتش حد وحد الاسكندرانيه غيرك. دكتور خالد حموده في انتخابات اتحاد اليد هو اللي وحد الاسكندرانيه. من امتى مجالس ادارات الانديه في اسكندريه كانت بتتوجه كلها مع واحد، ما كانش فيه. اصعب مباراه مع نادي اسوان؟ اصعب مباراه كانت مباراه البنك الاهلي واصحاب الجياد، اول مباراه بعد ما مشيت من البنك. كنت حاسس احساس غير عادي، مبسوط جدا ان احنا كسبنا البنك، عشان الظروف اللي حصلت ومشيت من البنك وكده، بس بصراحه كنت مبسوط جدا. اسعد يوم يعتبر كان من ساعه ما جيت الجياد. شفنا تغطيه ليك خلال الفتره اللي فاتت، تغطيه فرح اللاعب محمود سوكي من نادي اصحاب الجياد وخطوبه الكابتن عبد الله خميس. امتى هنغطي او اللعيبه دي بقى هتغطي فرح حسام الشرقاوي؟ فرح حسام الشرقاوي مش عارف مين اللي هيصورني اساسا في الفرح يعني. لا هو نوع من تغطيه افراح اللعيبه. انت عايز اولا اقول لك بس ايه عشان نكون منصفين، اولا انت عايز تدخل ناس في الصفحه، عايز تعمل عدد كبير، عايز تنشر الصفحه، شوف الفرح حضره قد ايه. انا بص عشان اقول لك اكون منصف معاك، انا اللي بيعدي من جنب شارع بيتنا بصوره وانزله. عايز اكتر عدد الصفحه تكتر، الناس تخش ياما، الناس تعرف ايه هو فريق كره اليد النادي اصحاب الجياد. بس اعتقد ان كان في دافع برضه حبك للناس دي مش لا ده شيء تاني بقى. اللعيبه اساسا احنا قعدنا بنقعد مع بعض اكتر ما بنقعد في البيت. احنا كان الدوري في الاسماعيليه كنا احنا ما بنروحش، كانت الفرق الناس بتتبدل، المرتبط بيجي الفريق، فاللعيبه دي مع بعض قاعدين مع بعض جايين، فلازم اروح يعني اي بصرف انا لازم اروح فرح اي صاحب، بس بعمل بقى شغل بقى انت عارف بقى. تلغرافات هقول لك كل اسم كده تبعت له تلغراف. استاذ احمد جنيد. الاستاذ احمد عاصم جنيد بشكره جدا وبتمنى ان بند ال8 سنوات ده يعني يتلغى ولا يشوف اي حاجه، ان بجد بعد ما الراجل ده هيمشي من النادي انا متوقع ان النادي هيقع، بس احنا مش هنسيبه يقع برضه ان شاء الله يعني. وبشكره على المستوى الشخصي على المكافاه الرمزيه من شهر كده، حس بمجهود الواحد وحس ان في تطور في المركز الاعلامي في النادي، صرف لي مكافاه الحمد لله يعني، بشكره جدا. مدام ماني عباس. استاذ اماني عباس من الشخصيات المحترمه جدا اللي شفتها في النادي، عايشه مع كل فرقه عشان الناس ما تقولش هاند بول. انا شفتها مع الكونج فو، شفتها مع الناس كلها، ويعني في الالعاب كلها بصراحه، والالعاب القوه شفتها مع الناس كلها زي ما هي مع الهاند بول، عشان الناس ما تقولش ان هي بس مع فرقه الهاند بول، لا هي بتعشق حاجه اسمها نادي اصحاب الجياد. استاذ علي عثمان. استاذ علي عثمان بقول له والنبي شد حيلك كده شويه وعايزك تظبطنا كده، زي هو وعدني الراجل، قال لي انت هتخطب وتتجوز في الجياد. المرحله الاولانيه الحمد لله انتهت بتاعه الخطوبه، فاضل لي الجواز بقى، ربنا يكرمه اليومين الجايين دول ويظبطنا. كابتن وليد السيد. كابتن وليد السيد انا بقالي كام يوم بكتب عنه اشعار على صفحتي، الناس بتقول لك في ايه يا اسامه انت كل شويه، بس بصراحه انا اتعلمت من الراجل ده حاجات كتير وعرفت يعني ايه هاند بول بقى. مع كابتن وليد السيد عرفت يعني ايه هاند بول، عرفت ازاي ابقى خسران من الداخليه الشوط الاولاني فرق 9 وانزل الشوط الثاني ابقى كاسب الداخليه فرق 1 وبيلا في الاخر الداخليه يتعادل معانا. دي شفتها مع الكابتن وليد السيد، وبكده يعني انا كده اعطيته حقه زياده. كابتن ماني عبد العزيز موسى. كابتن ماني ده ابونا بقى، اي مشكله اي قصه بيحتويها، والله العظيم لو فضلت مليون سنه هنفضلوا نتعلموا من الراجل ده، والراجل ده هو العمود الفقري للجهاز الفني. كابتن حسام سليمان عشان بس بقى ايه، كابتن حسام سليمان كنت بختلف معاه كتير اول ما جيت النادي، لان كانت في حاجات قديمه وهو كان عصبي شويه معايا كده، وكانت الامور كويسه، بس لما عرفت الراجل ده راجل محترم جدا وانا بحبه والله على المستوى الشخصي جدا والهاند بول، وبتمنى ان انا افضل شغال معاه. وعرفت بجد مين هو الكابتن حسام سليمان غير ما الناس كانت بتقول لي الاول، عشان انا كنت بسمع حاجات كتير، عرفت بجد مين هو الكابتن حسام سليمان، وبتمنى له التوفيق ان شاء الله مع المنتخب اسكندريه 98 وان شاء الله يكون يمسك بقى منتخب مصر بقى ان شاء الله الفتره الجايه. استاذ محمد العزيزي
صاحب فضل كبير بعد ربنا عليا، جابني من البنك الاهلي للجهاد. جيت قعدت معاه. الراجل قبل الفلوس قال لي الفلوس مش هختلف معاك، انا لو هديك من جيبي، انا عايزين كذا كذا، بس اول حاجه كلمني فيها قال لي احنا عايزين نعمل حاجه جديده، مش عايز زي ما كنا شغال انت في البنك، تعمل حاجه جديده للنادي عشان. والحمد لله عملت حاجه جديده وكنت قد المسؤوليه وشرفته يعني الحمد لله. وبشكره على الكلام الجميل اللي قاله في قناه اسكندريه امبارح ليا، وبقول له ان شاء الله اكون عند حسن ظنك وان شاء الله اشرفك على طول. تقول ايه للدكتور خالد حموده؟ الدكتور خالد حموده على المستوى الشخصي انا كنت بحبه جدا قبل انتخابات اتحاد اليد، وكنت بحبه من الطلبه في كليه التربيه. احنا كنادي المنتزه، شغال في نادي المنتزه، كان تدريبنا على طول في الكليه التربيه، فكنا اللعيبه الكويسه في الكليه اللي هم بيدرسوا، كان في 3 4 لعيبه كانوا بيكلموني على طول على الدكتور خالد. كنت بحب الدكتور خالد جدا من قبل ما اعرفه. عرفت الدكتور خالد بقى وشغال يعني، جابني في الاتحاد المصري لكرة اليد في لجنة التطوير والتكنولوجيا مع الاستاذ شريف سلامة. بصراحة يعني انا بعيش احسن ايام حياتي ان انا شغال مع الدكتور خالد حمودة في الاتحاد، وانا حاسس ان الاتحاد ده هيعمل حاجة كويسة بجد يعني. كابتن سعيد عبد المنعم رئيس المسابقات. كابتن سعيد عبد المنعم رئيس لجنه المسابقات بالبلد كده، ابن البلد. واحنا كنت حاسب انا لعبنا من قيمه شهر، كنت حاسبها لعبنا 3000 ومش عارف وكام مباراه في وقت صغير، ربنا يكرمه بس يطول لنا الدوري شويه بس. دكتور احمد رفعت رئيس منطقه اسكندريه. الدكتور احمد رفعت رئيس منطقه اسكندريه شخصيه محترمه، وانا اتكلمت معاه كذا مره في التليفون وقابلته مره بس المقابله كانت فيها تاتش كده، بس هنعديه لان انا بحب الراجل ده جدا وحاسس ان هو هيعمل حاجه. ومنطقه اسكندريه عشان بس نكون منصفين، انا كتبتها على الصفحه بتاعتي، شغاله شغل بقالها 3 4 شهور، شغل من نار. هي كانت عايزه، هم بادئين اعلام، مركز اعلامي متكامل دلوقتي بصراحه، الواحد بيخش ياخد منه الحاجات. مركز اعلامي حاليا بادئ في المنطقه 10/10، بس قبل ما كان في مركز اعلامي كان في 3 شهور مجهولين، كان الناس شغاله بس ما كانش فيه ما كانش فيه اعلان عشان نديله حقه، وهم شغالين تمام التمام. انا كأسامة الشرقاوي والناس انا بختلف مع شويه حاجات لان انا بحب الهاند بول في اسكندريه، وبحب بختلف، بس بختلف في الصح، لكن عمري ما غلطت في حد وعمري ما اتكلمت وعمري ما كذا. فانا اللي بختلف معاه لو هو كلمني قال لي اسامه انت بتختلف ليه، اوكي، لكن بلاقي كلام تاني طالع ان اسامه الشرقاوي بيعمل، واسامه الشرقاوي بتاع مشاكل. طيب اخر سؤالين، السؤال الاول، دايما انت بتتحفنا باخبار سريه ما حدش يعرفها غير اسامه الشرقاوي، بتجيب الاخبار دي منين؟ اخبار السريه، بص مصر مليانه عصافير للصبح، تبقى قاعد كده تلاقي واحد كلمك قال لك كذا، اذا كتبت على النت تلاقي الناس كلموك اسامه الشرقاوي جاب الاخبار منين. طب يا جماعه احنا كتبنا بتقولوا تكتب، ما كتبناش الناس تقول لك انت مختفي ليه؟ انت ما بتكتبش ليه؟ بس ليه؟ ده في اخبار سريه جديده جامده، بس والله بطلت اكتب، ده الواحد عنده 4 5 اخبار يودوا في داهيه، بس مش عايز يكتب عشان الناس ما تزعلش منه. طبعا انتوا عرفتوا ايه الاخبار خلاص. طب احنا عايزين نعرف اخر خبرين. اخر خبرين ان الجهاز الفني بنادي اصحاب الجهاد جاي له عرض كويس، نادي سكندري، واعتقد ان هو مش هيقبل يعني مش هيسيبوا الجهاد اعتقد. بتمنى ان ربنا يكرمني ان شاء الله واجتهد واعمل حاجه جديده. بفكر ان شاء الله يعني في حاجه جديده جميله هعملها هتعجب الناس كلها، ومش عايز حد يكون زعلان مني، ما بحبش حد يبقى زعلان مني، اختلفت معاه ما اختلفتش معاه، مش عايز حد يبقى زعلان مني، لو حد زعلان مني يسامحني يعني، ده انا اخوه الصغير يعني. وعلى المستوى العملي ده؟ المستوى العملي انا الحمد لله ده انا بعيش احلى ايام حياتي يعني. كنتش احلم ان انا ابقى شغال في الاتحاد المصري لكرة اليد، ابقى شغال مع منتخب مصر، ابقى يعني ابقى لابس ترنج منتخب مصر، دي حاجه كانت بالنسبه لي حلم كبير يعني. في عتب عليك ان انت مش بتغطي اخبار منتخب اسكندريه كمان؟
منتخب اسكندريه 98 انا كلمت الكابتن حسام سليمان، ومع اني كنت مختلف مع تغطيه اي نشاط لمنطقه اسكندريه، كلمته قلت له يا كابتن حسام انا مع اول تجميع او اول حاجه للمنطقه اتصل بيا وحاجي وهغطي البطوله، لان كذا لعيب كلموني قالوا لي اسامه انت ما بتجيش وكده، وليا 5 لعيبه من نادي اصحاب الجياد، فلازم يعني غصب عني لازم اروح ناديه. استاذ اسامه احنا بنهنيك ونقول لك الف مبروك الصعود والف مبروك الخطوبه وعقبال يا رب الفرح ان شاء الله، وسعد جدا ان احنا نكون اول ناس نعمل معاك لقاء. انا بشكرك، وانا اول لقاء اعمله على المستوى الشخصي، يعني اول لقاء اعمله في نادي اصحاب الجياد، وسعيد جدا بالصعود وسعيد بالناس كلها، والحمد لله الحمد لله حققنا حاجه كبيره، بس اللي جاي اصعب واللي جاي ان شاء الله افضل بكتير، ونحقق حاجه للنادي. شكرا. شكرا يا فندم.